السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد مع عيد بيل بالعربي. النهارده هنتكلم عن موضوع شاغل الناس في المغرب، التعديلات الجديدة عن مدونة الأسرة، وهل هي فعلا هتحمي حقوق الستات ولا هتضيع حقوق الرجالة؟ خلينا نشوف. قانون الأسرة اللي طلع سنة 2004 كان هدفه ينظم العلاقات بين الراجل والست في إطار الأسرة. دلوقتي في تعديلات جديدة على القانون ده، وكلها بتقول إنها عشان العدالة والمساواة، وزي ما قلت قبل كده مفيش مساواة بين الراجل والست. في حاجات كتير محتاجين نناقشها دلوقتي. أهم التعديل دي كانت تعدد الزوجات. التعدد بقى شبه مستحيل بالنسبة للراجل، لأن الراجل لازم ياخد موافقة مراته الأولى. أنت مستوعب؟ وكمان الست تقدر تكتب شرط إنها مش موافقة في الأول وهو يمضي عليه، عشان بقى ميبقاش قدامه أي حل تاني. حاجتين بيكسروا هيبة الراجل. بقينا في زمن الراجل ياخد رأي الست عشان يتجوز، وكمان القاضي لازم يشوف إن في ضرورة التعدد ده أو لأ. زي مثلا إن الزوجة يكون عندها عقم أو مرض يمنع العلاقة، أو حاجات تانية بيحددها القاضي. طبعا ده لو الشرط متكتبش في العقد، هو ميتجوزش بقى خلاص كده. يعني الموضوع بقى صعب جدا إن الراجل يتجوز زوجة تانية يعني. اتنين، الحضانة والنيابة القانونية. الحضانة بقت حق مشترك بين الزوجين. يعني أنا كزوج أصلا أنا أب، يعني أنا كأب مش هحرم أم من عيالها، ده أكيد يعني. لكن الأم غير كده، خلي بالك عندهم غل يعني ايه يشوف ازاي يشوفوا ليه يشوف انت تصرف وخلاص. وكمان لو حصل طلاق الام بتفضل معاه الحضانه حتى لو اتجوزت تاني. يعني انا اب اخلي حد تاني يربي عيالي. وكمان اصلا انا بالنسبه لي الزوجه اللي تخرب بيتها بنفسها ما ينفعش تفضل عيالها معاها، هي لازم يفضل مع الاب. وضمان حق السكن في حق المحظون. كمان بقى في ضوابط جديدة لزيارة المحظون أو السفر بيه، ده بيضمن حق مصلحة الطفل. هل تظن مصلحة الطفل مع واحدة ملهاش حدود بقت غريزة مش عليها الجام؟ وكمان تم السماح للمغاربة المقيمين في الخارج بعقد الزواج بدون الحاجة للشاهدين المسلمين. يعني 2 شهداء مسلمين مش مبقاش لهم لازمة لو هم مش موجودين أصلا، لو مكانوش موجودين أو تعذر حضورهم. تفتكر إن البنت دلوقتي بقى يفرق معاها الشهود أصلا؟ دي بتخلع زوجها في المحاكم وتتجوز عرفي وهي عايشة مع اللي كان زوجها اللي هي خلعته، عايشة معاه عادي في الحرام كده. طبعا إلا من رحم ربي، بس ده ما يمنعش إن في حالات زي دي كتير. وكمان لو واحدة متجوزة تلاقيها بتنام مع واحد تاني عادي. رقم 3، الوراثة، الإرث، الميراث. في تعديلات بتسمح بالوصية والهبة بين الزوجين حتى لو مختلفين في الدين. التعديلات دي بيقولوا إنها لحماية الأسرة، بس السؤال حقيقي دي بتحمي مين أصلا؟ طب إيه رأي الناس في الحاجات دي؟ الناس اتقسموا بين مؤيد ومعارض. في اللي شايف إنها خطوة كويسة لحماية الست، وفي اللي شايف إنها هتضيع دور الراجل. خلينا نعرض عليكم بعض الآراء كده. المؤيدين بيقولوا القانون ده خطوة إيجابية. الست لازم يكون لها حقوق أكتر في الحضانة وفي الميراث. والمعارضين بيقولوا ازاي الراجل يتجرد من حقوقه والحضانة الست حتى لو اتجوزت. صح، ده ظلم بصراحة. ومن غير لف ودوران التعديلات دي مش لصالح الأسرة أصلا. التعدد ممنوع تقريبا، والحضانة الأم حتى لو اتجوزت، والراجل بقى دوره يقتصر على إنه يدفع بس. انت تدفع وانت ساكت، حط كازمة في بقك وخلاص. القوامة هي الأساس للعلاقة الأسرية. سحب من الراجل شوية شوية. القانون ده بيحاول يرضي تيارات معينة مش على حساب الأسرة واستقرارها. لو الراجل فقد سيطرته، مين اللي هيقود الأسرة؟ مين اللي هيقدر يتحمل المسؤولية؟ أنا بقى عشان ما اطولش عليكم، ده حبيت بس أقول رأيي وأشوف لكم عن التعديلات دي. وقيت بس ولا في أي حد عنده مثلا تعليق معين، معارض، متفق، يكتب لي تحت في الكومنتات. وده كان فيديو النهاردة. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتلف في القناة كده، في فيديوهات هتفيدك كتير. والسلام عليكم.